مهودة. دي نقطة ضعف إيران. كان من السهل تجاهلها أول أسبوعين من حرب إيران مع كل اللي بيحصل في أماكن تانية، واللي باين مفيش حاجة بتحصل فيها. كان فيه 4 مؤشرات رئيسية بتحرك نقاشات الإعلام عن الصراع لحد دلوقتي. 1. بقاء الحكومة الإيرانية الفعلي. النتيجة نص النص. 2. نقص مخزون الأسلحة الأمريكية في وقت التنافس الجيوسياسي بيزيد، فتكر إن في منافسين أهم بكتير في أماكن تانية. في علامات استفهام جدية هناك. 3. مخزون إيران من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وهل أمريكا فعلاً تقدر تدمر مواقع الإطلاق ومرافق الإنتاج بتاعتهم؟ في تقدم من أمريكا، بس في مشاكل ولسه مخلصش. 4. تدفق النفط اللي خارج من دول الخليج والسعر اللي الأمريكان وباقي العالم بيدفعوه. ده بصراحة حاجة تخض، بس في مقياس خامس على نفس مستوى الباقيين، ومع كده مش واخد اهتمام كافي. تدفق النفط من إيران بالتحديد، مش إجمالي التدفق من الخليج، بس مساهمة إيران تحديداً. وده بيرتبط بأول ضربة فردية ملحوظة من أول يوم في الحرب واغتيال آية الله. ده ممكن يخلي الجنود الأمريكان يدخلوا إيران لأول مرة. لو ده مش موضوع مهم للنقاش، مش عارف إيه المهم. النهاردة هنحلل الوضع الاستراتيجي للجزيرة الرئيسية لإيران. لازم نرجع خطوة ورا شوية، وإيران لسه بتحاول تستفيد من الناحيتين. الجمهورية الإسلامية بتهدد ناقلات النفط اللي بتعدي من مضيق هرمز، اللي بيمر منه 20% من نفط العالم. ده رفع أسعار النفط فجأة، وده خلى المستهلكين في أمريكا يعترضوا، وكمان سبب إحباط للشركاء الدوليين. يمكن تفتكر إني قلت قبل كده إنه زي لعبة التدمير المتبادل. إيران محتاجة مضيق هرمز لتصدير الطاقة. 10% من نفط إيران بيمشي حوالين المضيق بسبب خط أنابيب ومحطة اتبنوا لتجنب مشاكل المضيق. 10% قليلين، ونقدر نطرح نفس المشكلة بخصوص حل الإمارات. إغلاق المضيق مشكلة كبيرة للناس، زي استخدام الأسلحة النووية بالضبط. دايما في حد بيحاول يلاقي طريقة يتحايل بيها على المشكلة المجنونة دي. النسخة الإيرانية من الموضوع كانت تنسيقا مع ناقلات النفط الهندية للسماح لهم بالمرور الحر. في كمان حركة للسماح للناقلات اللي بتتاجر باليوان الصيني، وده واضح إنه كطريقة لضرب البترودولار. لو الكلام ده شكله ماشي على نفس خط الجبهات الجيوسياسية الحالية، فده فعلا اللي بيحصل. لحد دلوقتي الخطة دي نجحت شوية، بس حتى السفن اللي معاها موافقة ممكن العسكريين الإيرانيين المحليين ما يلتزموش ويضربوا النار. الاحتمال ده بيردع قباطنة الناقلات اللي خايفين على عمرهم. حل المشكلة دي ضروري لإيران. صادرات البترول بتمثل 30% من إيرادات الحكومة و15% من اقتصاد البلد. من ناحية الحكومة ما ينفعش تتوقع إنك تقدر تفضل تدفع لقوات الأمن لو الإيرادات مش داخلة، يعني إلا لو طبعت فلوس، وده فكرة سيئة جدا لأسباب تانية. من الناحية المدنية، خسارة 15% من الاقتصاد فجأة هتأثر بشكل دومينو على باقي القطاعات. وجود عاطلين عن العمل وقوات أمن مش بتقبض مرتباتها كارثة لأي حكومة. الموضوع ده متغطاش كويس في الإعلام، ودلوقتي فعلا تقدر تشوف ليه. أقدر أوريك صورا ملفتة للنظر لقوات أمريكية في المنطقة من غير أي إشارات لوي سبورتس. مفيش صور تعبر بقوة عن الأزمة الاقتصادية اللي بتسوء في إيران. الحاجات المملة هي اللي بتدمر الدول في الحروب، مش الكبيرة اللي بتعمل دوشة. دلوقتي كان في علامة استفهام حوالين إذا كانت الولايات المتحدة هتسكت على محاولة إيران تعمل كده ولا لأ. من أسبوع إسرائيل قصفت بنية النفط في إيران، وده رفع أسعار النفط جدا. البيت الأبيض كان منهارا بسبب الموضوع، وأتخيل مكالمة غاضبة لإسرائيل
فيها تهديد بوقف المساعدات أو التخلي عنهم أثناء الحرب. عشان كده إسرائيل وقفت الاستراتيجية دي مؤقتاً، وأسعار النفط بدأت تنزل تاني. دي كانت النظرية. البيت الأبيض كان قلقاً من أسعار النفط لدرجة إنه ممكن يسيب إيران تتلاعب بالنظام كده. على الأقل جزء من نفط الخليج هيفضل موجود في السوق، وده هيدي شوية راحة في أسعار البنزين. ده يمكن يكون أفضل من باقي الحلول للمشكلة. لو عايز توقف ناقلات النفط الإيرانية، لازم يا تضربهم يا تفتشهم بنفسك. لو كنت مركز على الناقلات، نأجل النقطة دي شوية. من الناحية السياسية، النفط اللي في الناقلة ممكن يكون ملك لشركة صينية مثلاً. ضرب أو الاستيلاء على الناقلات ممكن يعمل مشكلة أكبر توصل لعواصم كتير. أنا شايف إنه يفضل حرب عالمية، مش لازم الحرب العالمية الثالثة. من الناحية العسكرية، أكيد الولايات المتحدة تقدر تحتجز ناقلة أو 2. إحنا شفنا ده على سواحل فنزويلا، وكمان وهم بيطاردوا ناقلات بعيد جدا عن فنزويلا. عدد الأهداف المحتملة من مضيق هرمز أكتر بكتير. الولايات المتحدة لازم تجيب سفن دورية أكتر عشان تحقق نفس مستوى الحماية. رغم أنه الجيش الأمريكي شكله قوي، لكنه بيعاني من نفس مشاكل اللوجستيات زي باقي الدول، وتحقيق المستوى ده من الحماية هيبقى تحدي كبير. أنا متأكد إنه كان هيبقى أسهل لو ضربوا كل نقلة طالعة بتوربيد، بس أظن ده كان هيخلي الكونغرس يتحرك فوراً بدل ما يفضل ساكت. التصرفات دي هي اللي بتسبب الحرب العالمية الثالثة، وأنا طبعاً بفضل أتجنبها. وبرضه هيكون غريب جداً إن أمريكا تسمح لإيران تبيع نفطها كأن مفيش حاجة بتحصل. في النهاية، الدافع للحرب دي هو استغلال رغبة المواطنين الإيرانيين الكامنة في الاحتجاج ضد حكومتهم. قطع عائدات النفط من أفضل استراتيجيات نجاح العملية دي. ما يهمكش إن ترامب فعلاً عايز المضيق يفضل مفتوح. إيران هتفتحه تاني لما الحكومة تشوف إن الإغلاق مش مفيد. معرفش بالنسبة لك، بس إنك تاخد كل حاجة وتستفيد منها في نفس الوقت، ده بالضبط عكس السياسة الخسرانة. يعني لو عايز إيران تفتح المضيق، لازم تخلي قفله مؤلم جداً. كل اللي سمعته لحد دلوقتي كان مجرد مقدمة لهجوم أمريكا اللي محدش كان متوقعه. يلا نروح بسرعة لجزيرة خارك، وآسف لو نطقت الاسم غلط. في هجوم انتقامي، جزيرة خارك كانت غالباً أهم منشأة في إيران. جزيرة خارك لها أهمية عملية واقتصادية كبيرة. كل معيشة واقتصاد إيران بيعتمدوا على صادرات البترول من جزيرة خارك. جزيرة خارك ورقة ضغط بالمفاوضات. أمريكا كانت تقدر توري إيران إنها تقدر تمنع بترولهم لو أخذوا بترول العالم. بس ده إجراء خطير جدا. السوفييت هيردوا إزاي؟ استنى، السوفييت؟ اللي بيحصل هنا؟ صح، فاكر. الكل كان متوقع ده. الفقرة اللي قريتها دي كانت تعليقات معاد صياغتها من اجتماع استراتيجي في عهد جيمي كارتر رداً على أزمة الرهائن. يمكن تكونوا عارفين شخصية من شخصيات المسرحية دي بصفته أبو ميكا. الفكرة إنه ده كان الرد الواضح اللي كان المفروض إيران تكون عارفاه، وغالباً كانت عارفاه، بس ما قدرتش تعمل كتير. توقف الولايات المتحدة. المشكلة عند إيران إنه عندها كميات بترول خرافية، وكأنها لكتة. آلهة الجغرافيا السياسية خلقوا العالم بتوزيعة خلت إيران ملهاش سواحل عميقة. مش محتاج أقول لك إنه ناقلات البترول فائقة الضخامة، فعلاً بتستحق اسمها، وفعلاً هي ضخمة جداً. لازم عمق كبير على السواحل عشان ما تشحط. جزيرة خرج هي الحل. المياه هناك عميقة كفاية للناقلات تقرب. طالما تقدر توصل البترول للجزيرة، الناقلات تقدر تاخده من هناك زي أي مكان. إيران بتحل مشكلة النقل بأنابيب ضخمة من البر الرئيسي للجزيرة
تحت البحر. دي الحل المثالي. معدن إنها فعلا على جزيرة. المكان ده مش أسهل مكان توصل له إمدادات، وتعطيله يشيل 90% من نفط إيران من السوق. عشان نلخص، عشان نوقف نابلات النفط المرتبطة بإيران، أمريكا مش لازم تلمس نابلات النفط أصلاً. مش لازم تروح وتيجي على الساحل وتضرب بنية تحتية كتير للمواني. كل اللي عليها إنها تفرض اللي بيحصل في جزيرة خرج. يمكن مش مفاجأة بقى إنه العراق ضربت جزيرة خرج وقت حرب إيران والعراق. الأمل كان إن إيران تقفل مضيق هرمز لأن ما فيش نفط بيعدي، وده ممكن يغري الغرب يتدخل. النهاردة أمريكا استخدمت أسلوب جديد مع الجزيرة. أي ضرر لبنية النفط في إيران هيؤثر على أسعار النفط على المدى القصير والطويل، وده دونالد ترامب عايز يتجنبه بأي ثمن. استراتيجياً، تدمير البنية التحتية على عكس المتوقع بيعزز قوة إيران التفاوضية. لو إيران ما قدرتش تصدر نفط أثناء الحرب لكن تقدر بعد ما تخلص، فالإيرادات اللي فقدتها دي تكلفة فرصة ضيع. بالعكس، لو إيران مش هتصدر نفط سواء في حرب أو لا، يبقى دي مش تكلفة حرب أصلاً، ده مجرد واقع، وعشان كده مش هيأثر على عملية اتخاذ القرار عند إيران في المفاوضات. ده نفس السبب اللي بيخلي بعض الدول الأوروبية متحفظة على مصادرة الأموال الروسية المجمدة في البنوك الحليفة. احتجاز الفلوس بيد أوروبا قوة تفاوضية ضد روسيا. في كل الأحوال، واضح إن الولايات المتحدة سببت أضراراً كبيرة في مدرج الجزيرة وفي المخابئ اللي بتمتد جوا التل. دي أصول عسكرية هتسهل على إيران تدافع عن الجزيرة. الولايات المتحدة ما استهدفتش منشآت تخزين الوقود اللي جنوب أكتر ولا مناطق التحميل البحرية، ودي باينة أكتر في صورة من زمن الشاه. دي بالضبط زي الوضع في فنزويلا. دلوقتي ترامب هو اللي عايز يحقق المعادلة الصعبة، يحاول يعمل إزعاج عسكري من غير ما يعطل التجارة العالمية. يا ساتر، في مفارقة كتير في الجملة دي. بمعنى تاني، الولايات المتحدة مهدت جزيرة خارك لغزو محتمل، وفي نفس الوقت بتحاول تحافظ على البنية التحتية للنفط سليمة. في نفس الوقت، في تقارير بتقول إنه السفينة USS AAA رايحة من بحر الفلبين للخليج ومعاها وحدة مشاة البحرية. أنا عايز أكون حذر من إغراء الربط المباشر بين الاثنين، لأن الواحد يتساءل ليه تستخدم سفينة هجوم برمائي لما ممكن ببساطة تطير من الغرب؟ بغض النظر، ممكن تلاحظ إزاي أمريكا بتحضر لغزو هنا. تنزل قوات تفرغ الجزيرة من كل حاجة ضرورية لتحميل الناقلات وبعدين تخرج. وفي نفس الوقت لازم تكون حريص ما تدمرش حاجة هتحتاج وقت طويل تتصلح عشان ما تسببش المشاكل اللي قلناها قبل كده. غالباً مش هتكون عايز تفضل هناك للأبد، لأن الجزيرة فيها كمان 8000 ساكن، وأمريكا خلاص زهقت من حملات مكافحة التمرد للأجيال الجاية. ده غير إن البحرية الأمريكية لسه ما سيطرتش على الخليج العربي، فالمشاكل ممكن تيجي من البحر. بس بالضبط علشان هي جزيرة، ممكن تقدر تنفذ العملية وتخرج من غير ما تقلق من التعزيزات، طالما هتدخل وتخرج بسرعة. وبعدين علشان تفضل مكفولة طول فترة مشاكل المضيق، دايما تقدر تهدد إنك هترجع تاني بعدين، وإنت عارف إن إيران هتواجه صعوبة في إعادة تزويدها بالإمدادات العسكرية، لأن البنية التحتية العسكرية عندهم أصلاً متدهورة. لازم أختم النهاردة ببعض التحذيرات الاستراتيجية. منطق ساحة المعركة زي شجرة قرارات واضحة للكل. دي واحدة من الحالات دي. طهران وواشنطن مدركين قيمة الجزيرة والفرصة الاستراتيجية اللي أمريكا أوجدتها لنفسها. بدل ما يمشوا في طريق هيضرهم، إيران لازم تدرك مشكلة تهريب نفطها عبر المضيق وتوقف شحنات جزيرة خارك مؤقتاً. وده بيخلي أمريكا ملهاش سبب تكمل الخطوة اللي بعدها. عشان كده عنوان الفيديو ده هو نقطة الضعف الإيرانية اللي أمريكا غالباً هتهاجمها.
مش إن أمريكا هتهاجم النقطة دي وخلاص. الجمل دي مش متساوية في المعنى. مع ذلك الكل كان متوقع إنه أمريكا عندها القدرة تضعف الجزيرة، بس ده ما خلاهمش يتفاوضوا عشان يتجنبوا ده. وبرضه قفل مضيق هرمز هيضر الكل، ومع كده إحنا في الوضع ده برضه. المفاوضات انهارت ومش معروف هتنتهي على إيه. بس غالبا هرجع هنا بكرة وأحكي لكم عن اللي حصل. على الأقل تقدروا تفهموا أكتر عن الحرب دي لو تفرجتوا على قائمة التشغيل بتاعتي عن الصراع في الشرق الأوسط. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.